صباح الخير متابعينا، كيفكم؟ سلام على المتابعين. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم تخريج زوزو كمان شوي، يعني طبعا هي رح تروح على المدرسة. هي حاطة تاج، ضبطت شعراتها ولابسة ايش؟ ثوب. صباح الخير جودي. فاليوم زوزو هلا رح تروح مع اخوانها على المدرسة، واحنا على الساعة تقريبا 10:30 نلحقها على المدرسة عشان تخريجها. طبعا تخريج مش حفلة كبيرة، تخريج بسيط عشان أهلنا بغزة، الله ينصرهم يا رب ويحميهم، النصر القريب يا الله. ادعوا لهم لأهلنا بغزة. المهم طبعا عندهم حفلة صغيرة هيك بسيطة رح تكون. مستعدة يا زوزو للتخرج؟ متخرجة من الروضة زوزو. احنا بحطوا لنا كراسي بنقعد بنشوفها. زوزية مستعدة؟ صح صغيرة. هلا بنشوف، بس نروح. مستعدة لليوم؟ متحمسة؟ هاي زبطنا زوزو. هذا لبس العيد، أنا لبسته. لبس العيد جوري لبسته، حابة اللي تتغير. شفته مرة الماضي. مع انه عندها زي خاص للمدرسة، بس هي حابة تغير اليوم. عادي ما بأثر. يلا خليكم معنا، خليني اروح اجهز لها السندويشة وهاي الاشياء. مرحبا. مرحبا. اليوم احنا رايحين على تخرج اختي الصغير اللي صفى كيجي 1. تخرج زوزو. وصلنا على المدرسة اليوم، تخريج زوزو. تخرجوا، هاي مدرسة زوزو. بدنا نعطيها هاي الوردة. اوكي لقيتي صفر. السلام عليكم. وين طلاب الروضة؟ حلو الفيديو. بعد اشوف. شوفنا زوزو، هاي مدرسة الأولاد. طلع مع أكبر الساحة. هاي الساحة طبعا. ماما هاي الساحة تبعتنا. هاي ساحتهم بيلعبوا فيها. ماما هاي صفي اللي فيه هلال وعلى وردة. سريع. تمام. يلا تعال. هذه تجهيزات التخريج. حمود الفقع على الماء. معها الداي دليل وسر من ذا يمروش الطاويل وعيون وساع. الذي جعل الجنات لعباده المؤمنين درجات يرقى فيها من استكثر من الحسنات وسابق في الخيرات وابتعد عن المنكرات. ربك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأمطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد حمدا طيبا أنت أهله. لك الحمد حمدا يشمل السر والجهر. وخير حاف على الدنيا ومنتعب. من جاء بالذكر والقرآن يرفعنا من وحدة الجهل والإشراك والزلل، حتى سمونا وصرنا للعلا قدما كنفحة المسك والريحان والنفل. أيها الجمع المميز في يوم الريادة والتميز، مساء يفوح عطرا اغتياظا لمن يكن لنا السوء والكر. أهلا بكم في هذا اليوم الأغر. الوطن هو السند لمن لا ظهر له، وهو البطن الثاني الذي يحملنا بعد بطن الأم. الوطن لا يتغير حتى لو تغيرنا، باق هو ونحن زائلون. أعزائي الحضور، هذه فرصتنا للتعبير عن ولائنا للوطن، فلنغتنم هذه الفرصة ولنقف وقفة عز وفخر لنحيي معا العلم الباسل تحية كاملة تليق به. عجبك ايه؟
نرى فرحة الأمهات في هذه اللحظات التي طالما انتظرناها. سنرى صلوا على النبي الحاضرين صلوا على النبي الحاضرين يا محلى طلتهم الخريجين يا محلى طلتهم الخريجين يا بي محلاهم برواب التخريج يا بي محلاهم برواب التخريج حاسن قدمي ويا خزان العين حاسن قدمي ويا خزان العين واللي بيحب الخريج يرفع ايده فوق يا امين يبشرك نجاح باغيك وعمامك باغيك وعمامك وطني أحبك لا قولي دليل. سيظل حبك في دمي لا لن أحيد ولن أميل. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب وطني يلا احكي. يحب أن يأخذ مكانه. فعظمة الأب وعطائه لا يمكن إحصاؤها، وهو الأمان والسند في هذه الدنيا. والآن نترككم مع هذه الفقرة تقديرا للآباء، فلنستقبل أطفالنا. المقطع القادم فيه أغنية للأب، فأنا غيرتها وحطيت شعر للأب، حسيت أحلى وأجمل. وأجمل ما قيل في حب الأب لابنته: إن الأب كالماء أينما يزخ يروي ويحيي، ولا عز كعز الأب، ولا حب بعد حب الأب. الأب هو ذاك الذي تطلبه نجمتين فيعود حاملا السماء. إن فاض حبي فحبي لك، ومن غيرك حبيب قلبي، فأنت معطف أماني بعد ليالي العمر الباردة، وملجئي ومأمني. وأجمل ما قيل في حب الأب لابنته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة: قطعة مني يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها. يا الله.
ديانا باينة. هاي وين ورا أشوف صورة التخرج. يا ريت ألف مبروك. معطيتك هيك بيكون تخريج فيديو تخريج زوزو خلص. زوزو شو بتحكي للمتابعين؟ شكرا لأنكم شاركتونا فرحتنا، وإن شاء الله عقبال الجامعة لكل الطلاب.